دكتور عمرو، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. منورنا النهارده يا دكتور. ميرسي يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور عمرو كسي او لشركة أليجن، واحدة من أقوى وأسرع شركات نجاحا في مصر في سوق الكوزماتكس الفترة البسيطة اللي فاتت. يعني أكيد كلنا النهاردة عايزين نعرف من حضرتك قصة النجاح دي في سنين بسيطة. ما شاء الله، قدرتوا تعملوها ازاي؟ سؤال صعب، معادلة كبيرة قوي فيها variables كتير. يمكن أهمها إن يبقى فيه دايما plans long term plan و short term plan، والأهم من ده كمان ال human factor. الحمد لله كنا احنا موفقين في الثلاث حاجات، ان احنا كان عندنا الهيومن فاكتور قوي جدا، من احسن التيمز اللي موجودة على الارض. كان احنا لما بدأنا في بعد كورونا على طول كان في عندنا جاب كبيرة قوي، فكرة ان الماركت كله الداينامكس بتاعته بتتغير. في مشاكل كتير، ممكن استيراد، في حاجات كتير وتشالنجز حصل كتير. ريشيبنج للماركت الفترة دي بالظبط فعلا، صح؟ بالظبط. ف ولكن احنا وقتها قررنا ان احنا نشتغل على التولز اللي معانا، الفاكتورز اللي في ايدينا، من اهمها الناس اللي موجوده، المانجمنت اللي موجوده. الحمد لله كلهم اكس مالتي ناشونال كومبانيز. بدأنا نحط شورت تيرم بلانز نشتغل عليها، من ضمنها ان احنا نزود البورتفوليو بتاعنا. احنا في 21 كان البورتفوليو بتاعنا almost 8 برودكت، بعدها بقينا 18، بعدها 25، بعدها 34، النهارده 40. عندنا في البايب لاين almost 35 برودكت ما كمان شاء الله. شغالين عليهم. فده يوضح ان دايما عندنا بلان despite اي تشالنج بيحصل، على طول عندنا موديفيكيشن بتحصل للبلان، علشان نعرف ان احنا نريكاب بسرعه للدايركشن اللي احنا عايزين نروح فيه يعني. هايل هايل. يعني اعتقد اي حد بيستارت البيزنس بتاعه محتاج يبقى بياخد الالهام بتاعه من السكسس ستوري اللي اتعملت في أليجن دي، وخاصة من ليدرشيب شباب. الحمد لله. ما شاء الله، مش بس حضرتك، ده كمان كل تيم المانجمنت في أليجن. انتوا تقريبا اعماركم ما شاء الله، يعني في وقت بسيط قدرتوا تعملوا معادلة صعبة جدا. دي حقيقه، دي حقيقه، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. طيب، كليدرشيب وكسي او للشركه دي، ايه الفيجن اللي حضرتك كنت شايفها وانت بتبتدي أليجن، وخاصه في توقيت صعب جدا زي ما حضرتك قلت، الوقت اللي كان بعد الكوفيد؟ ده كان وقت صعب قوي، وخاصه شركه اعتمادها الاساسي على مستحضرات التجميل في توقيت اصلا في اوبئه، ومش وقت لطيف كان للكونسيومر المصري. الناس كانت بتفكر اكتر في الادويه الاساسيه. الاساسيه صح. وكمان كان في كومبيتيشن عالي قوي من الادويه المستورده او الكوزماتكس المستورده. حقيقي. انا دايما مقتنع بحاجه، ان في اي تشالنج او كرايسيس بتحصل هي فيها opportunity. during كورونا احنا كنا من الشركات اللي بدأنا ندور على opportunities تخلينا نرن الكاش فلو ونحافظ على التيم بتاعنا، وبدأنا نشتغل في السانيتايزرز والحاجات دي لفترة معينة during كورونا. بعد كورونا بدأنا نحط الدايركشن بتاعنا ان احنا عايزين نبقى من الشركات المصري اللي بتقدم كواليتي محترمة جدا في البرودكتس بتاعتها ككوزماتكس، تبقى بديل مناسب قوي للبرودكتس المستوردة. وده كان بسببين. اول حاجة زي ما حضرتك قلتي، أزمة كورونا ما كانتش أزمة كام شهر وخلاص، هي أزمة أثرت على العالم كله اقتصاديا هي غيرت في وعلى الكونسيوم ثقافه بالظبط. صح. وده من ضمنها مثلا الاي كوميرس والحاجات دي كلها، بلس ان الناس بدات تفكر اللي هو لا، ما انا لو قدامي تو برودكتس انا هختار البديل اللي يوفر لي كاش فلو وفي نفس الوقت يقدم لي اكتر، يعني نسبه افيكاسي او كده ممكن احصل عليها يعني. فده كان من ضمن الحاجات اللي هو خلتنا زي ما قلت لحضرتك نفكر despite انه في كرايسيس موجوده، ولكن احنا لا، احنا عندنا opportunity. فبدأنا نعمل ريبوزيشننج لأليجون في النقطة دي، ان احنا يا جماعة احنا البديل اللي تقدروا تعتمدوا عليه من الشركات المصري اللي بتقدم برودكت محترم. وفي نفس الوقت نبدأ نتوسع مع الدكاترة ونبيلد المسج بتاعتنا دي. حقيقي حقيقي. طيب، الفترة بتاعت ما بعد الكوفيد، اللونش بتاع البيزنس تم ازاي، والري بوزيشننج اللي انتوا عملتوه، كانت دي بداية الانطلاقة لأليجن. بعد الانطلاقة دي كان لازم نكمل بنفس مستوى القوة، ولازم نتوسع كمان في اختيار العناصر اللي هنعتمد عليها، أكيد صح؟ أكيد. عملتوا ايه بقى في الجزء ده؟ طيب، احنا اي حد بيدخل الشركه، وده كان يعني الهيومن فاكتور زي ما قلت لحضرتك، ده كان اهم الحاجات الحقيقيه اللي ساعدتنا.
يمكن اول نصيحة انا بقولها لهم، احنا شركة بتكره الموظفين. بمعنى ايه؟ بمعنى حضرتك لو هتيجي تشتغل موظف، انا وقتي من كذا لكذا، او الدور بتاعي كذا وكذا وكذا بس، فانت مش هتكمل معانا كتير. لان احنا اي شركة ستارت اب، مش بس اليجون، دايما في اول كام سنة عندنا تشالنجز، عندنا لود بيبقى عالي جدا. عايزين كل واحد يدخل في المنظومة دي يبقى عبارة عن ترس بيكمل المنظومة كاملة، وعنده السنس اوف اونرشيب بشكل عالي جدا. ان هو لو شاف حاجة تانية هتفيد البيزنس، واي نوت، يلا بينا. شاف حاجة بتحصل غلط محتاجين نصححها، فتعالى قول انا في واحد اتنين تلاتة وممكن نصححه، واحد اتنين تلاتة. فده كان عامل مهم جدا بالنسبة لنا في الفترة بتاعت بعد كورونا بعد يعني. التأسيس. النقطة التانية والمهمة الحقيقة كان نقطة ان احنا ناخد ريسك عادي، او ان احنا نسيت الفيجن از ستيك هولدرز. ودي يمكن مشكلة بيقع فيها ناس كتير. ان الشركات هي ما بتكبرش في يوم وليلة، ولا في سنة وفي اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. لا، you have to، ان انت as a stakeholder او founder للشركة، ان انت تفكر ان الشركة دي بتتبني على مدار سنين، علشان تقدر بعد كده تقول انا عملت كيان محترم. انت سهل جدا، وده بنشوف امثلة كتيرة جدا الحقيقة. شركات كتير ممكن من اول سنة بتعمل بوم واو مبيعات وبالديكلاين على طول. بسرعة جدا. خصوصا كمان في سوق الكوزموسيوتيكالز، التيرن اوفر عالي جدا. التيرن اوفر بتاع الشركات، التيرن اوفر بتاع البرودكتس نفسها، البرودكت لايف سايكل بتاعته كمان يعني بتديكلاين بسرعه قوي. عشان كده احنا كان ده التوجه بتاعنا، احنا هناخد ريسك، هنحط لونج تيرم بلان، هنتوسع. مش باصين ان احنا هنكسب ايه النهارده او هنعمل ايه النهارده، لا، انا باصص ان انا سنه عن سنه انا بوصل للستبس اللي انا عايزها. اول فتره كنا احنا عايزين نوصل ان احنا نزود البورتفوليو بتاعنا، عدد الامبلويز يبدا يزيد كومبيرد للبورتفوليو بتاعنا، عشان نقدر نكفر كاستمرز اكتر، دكاتره اكتر. البارتيسيبيشن بتاعنا يبقى موجود، اللي يوضح او يبريزنت الايمج بتاعتنا اللي احنا عايزين نوصلها للناس، ان ترم اوف مشاركتنا في المؤتمرات الطبيه شكلها ازاي، الميديكال ايفنتس اللي بنعملها، الكلام ده كله. فدي كانت الفيجن والحقيقه اللي احنا مشينا عليها، والحمد لله اتت ثمارها. احنا بعد 5 سنين عدد موظفين النهارده فوق ال 160 موظف، الحمد لله. ما شاء الله، كل النجاح ده بس ب 160 موظف. الحمد لله. however احنا حاليا يمكن على مدار الشهور اللي فاتت بدأنا نزود كمان الناس اكتر. عملنا بروموشن كتير قوي من جوه الشركة، وده كان البروميس اللي احنا اديناه للناس ولاي حد اشتغل معانا. انت اونر في المكان. احنا طول ما احنا بنكبر الناس حاسه ان هي بتكبر معانا. ما عندناش مشكله ان احنا يعني لو في حد محتاج سكيلز معينه او اي حاجه، احنا بننفست في الناس. ده ايفن لو ده هيجي على حساب وقت ان احنا ناخده على بال ما يوصل للبوزيشن الصح، او للسكيلز اللي تأهله للبوزيشن الصح ده. بس دايما انا كسبان اللويالتي بتاعت الموظف ده، كسبان ان انا عندي ناس فعلا قلبها على الشركة، وما بتتأخرش في اي حاجة تقدر تساعد بيها يعني. من اول مره اتقابلت مع حضرتك يمكن من فتره كبيره شويه، قلت لي ان البراند بروميس لأليجن هو كواليتي ولويالتي. انتوا بتفكروا على المستويين، على مستوى داخل الشركه للموظفين بالبراند بروميس كواليتي ولويالتي، وكمان على مستوى الماركت او على الكونسيومر اللي بيتعامل مع أليجن ومع المنتجات بتاعتها بالكواليتي ولويالتي. دي حقيقة، دي حقيقة. احكي لنا بقى، جت منين الكواليتي واللويالتي؟ هي نوع من انواع الانتجريتي. انا دايما حتى لما بقعد مع المصانع وكده، او مع الار ان دي وبنتكلم، انا بقول لهم لو في منتج انا مش هعرف استخدمه في بيتي وابقى انا واثق 100% من الافكاسي بتاعته والسيفتي بتاعته، فاحنا خلاص احنا عمرنا ما هننزله. ويمكن ده اللي بيحصل فعلا. احنا اي برودكتس بعد بنعمل الفوكس جروب بتاعتنا مع الدكتورز والدرماتولوجيست ومع التيم عندنا، وبعد كده احنا كمان بنديه للكونسيومرز معانا، اسرنا وكده بيستخدموه. فده دايما بيخلينا انا حاسين شخصيا بقيت لويال responsibility. للبرودكتس، ده انا شرف شخصيا. لينا.
ده دايما بيخلينا ان احنا لا احنا فوكست على فكره اللويالتي والكواليتي بلس انه الكونسيومر عشان يبقى لويال للبراند نفسه ويبقى كين ان هو يجرب البراند ده وما يبدلهوش باي براند تاني او غيره. هو لازم فعلا يحس ان هو he can count on البراند بتاعنا. ف وده الحمد لله اللي احنا قدرنا نعمله، ان النهارده بعد 5 سنين في الماركت الكاستمرز بتوعنا عندنا بيز هم موجودين بقالهم سنين بيستخدموا برودكتس. ودايما انا بشوف ان دول المرايه الحقيقيه لينا كشركه، لو في حاجه محتاجين نطورها، لو في حاجه محتاجين نشتغل عليها. ايفن البرودكتس الجديده اللي احنا بننزلها في البورتفوليو بتاعنا، في بعضها بيبقى ريكومندد من لويال كاستمرز لينا، يعني دايما بيبعتوا لنا على السوشيال ميديا وكده. حقيقة انتوا نجحتوا يمكن كمان في ان مش بس انا بساتسفاي نيدز بتاعة الكاستمر، لا انا كمان بكريت نيدز جديدة وبوجه الكونسيومر بيهيفير تجاه مستحضرات جديدة وارياز جديدة يمكن ما كانش حد شايفها قبل كده. دي حقيقة، دي حقيقة. احنا يعني من ضمن بعض البرودكتس اللي احنا كنا اول شركة مصري عملتها السان سكرين سبراي ده ايروسول، ما كانش فيه اي براند مصري موجود خالص. وكان ريسك الحقيقة ان احنا هو الكوست بتاعته غالية، كوست المانيفاكتشرنج غالية. قعدنا نشتغل فيه R&D فترة طويلة almost سنة سنة ونص على بال ما قدرنا نخرج البرودكت من مجرد فكرة لبرودكت حقيقي موجود في الماركت وكده. ويمكن ده برضو حاصل في كذا برودكت تاني. الار ان دي كمجهود باين ورا كل برودكت بيطلع بالسكسس الهائل اللي احنا بنشوفه ده، بس بيبقى قبله وقت كبير قوي من الار ان دي. انا عارفه ان يمكن عندكم مجموعه من المستحضرات لسه ما نزلتش بس شغالين عليها ما شاء الله ار دي ان دي حقيقة، بقالكم وقت طويل وبتاخد حقها جدا. دي حقيقة، دي حقيقة. ويمكن أصعب حاجة أو أكتر حاجة بتاخد وقت دايما إن إحنا دايما بندور. انا مش بشوف منتج موجود في السوق المصري وانا هنزل اعمل زيه، لا احنا عايزين نكريت اور اون برودكتس. يمكن زي ما كنت بتكلم مع حضرتك من شويه قبل ما نبدا، فكره ان بره مصر في اكتيف انجريدينتس كتير قوي، في تكنولوجي في فرايتي كتيره جدا وفي دلوقتي. فرايتي كتير. دي مش بس فرايتي في اكتيف انجريدينت على قد ما هي نفس، يعني اكتيف انجريدينت بقت بتدي افيكاسي اعلى بكتير. في بعض البرودكتس الافيكاسي بتاعتها مضروبه في 10 و15 مره عن اللي موجود دلوقتي. ويمكن ده اللي بيقابلنا صعوبة شوية، ان احنا على بال ما نقدر نستورد الرو ماتيريال دي سبيسيفيكلي لينا ونشتغل عليها R&D وسامبلينج وبعد كده نرجع نستورد البلك. فده كله بياخد وقت ومجهود الحقيقة، بس worth it. زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بنحاول نبلد مع الكونسيومر بتاعنا ان انت تقدر تعتمد علينا ان احنا نقدم لك البديل المناسب، وان فعلا ممكن شركة مصري تقدم برودكتس بكواليتي عالية جدا تكمبيت مع اي منتج مستورد. اكيد اكيد بتكمبيتوا بقوه كمان. على مستوى الهيومن فاكتور اللي موجود داخل أليجن في روح حلوة جدا. الحمد يمكن لله. كنا بنتكلم انا واحد اصدقائنا برضو من كام يوم على فكرة اللحن اللي بيتعزف جوه كل شركة، وانك بتحس للشركة دايما بلحن. انا بشوف ان كل شركة وبالذات ككونسلتنت الاكسترنال اي بيشوف الشركات بشكل يمكن مختلف عن الناس اللي اكيد، جوه. اكيد. انا بشوف اللحن حماسي جدا وسريع جدا ما شاء الله. كل تيم المانجمنت اولا شباب صغير، ودي امباورمنت هايله. ازاي قدرت تدي ثقه لناس صغيرين ما شاء الله في تايتلز كبيره، وانت تتاكد من الاكاونتابيلتي ليفل بتاعهم والاعتماديه عليهم في الاتخاذ بتاع القرارات، لان كتير من الشركات بتخاف تدي empowerment للشباب الصغير لانه ممكن يغلط، ممكن ما يبقاش مسؤول كفايه، ممكن قراراته ما تبقاش محسوب الريسك وراها. حضرتك كسرت كل ده. الحمد لله. طيب يمكن احنا دايما لما بيحصل اي حاجة غلط او عذرا، لما بيحصل اي ميستيك او اي حاجة من اي حد شغال معانا في الشركة، هو عارف ان احنا ما بندورش ان انت غلط، احنا بندور طب يلا ايه الحل. الحاجة التانية، الناس كل ما خدت accountability و ownership للحاجة اللي هم بيعملوها، هو بيبقى كين ان هو يدور ويفكر مرة واثنين وثلاثة. بلس احنا ما بنرفضش اي فكرة، ولكن تعالى دايما يبقى عندنا ميتينجز نفكر كلنا مع بعض وناخد اي موضوع او اي ايشو من كذا برسبكتيف، من البرسبكتيف بتاعت الار ان دي، من الماركتنج، من السيلز، من ايفن الفاينانس، الكوميرشال تيم، الكلام ده كله. النقطة التانية،
احنا اوريدي يعني معظم التيم عندنا الحمد لله احنا عندنا التيرن اوفر قليل جدا جدا ده جدا في حقيقي. فكره في حته الهيومن. وده يوضح قد ايه احنا بنشتغل از وان فاميلي، بنحاول نبيلد دايما، احنا قريبين من بعض، احنا بنتعلم كلنا من بعض. مش عيب ان انا اتعلم من اي حد طالما هو شاطر في الحتة دي. وده اللي احنا دايما بنحاول نوصله للناس كلها. ستيل بيحصل غلطات، بس اي غلط في الدنيا او اي حاجة ممكن تحصل في الدنيا ان احنا نقدر نكوركت، نقدر نحلها، مش هتعمل كرايسس طالما احنا قادرين ان احنا نفكر مع بعض بكل هدوء في 1 2 3. الباك اب بلان بتاعتنا 1 2 3. دايما خسارة الفلوس بتبقى اقل خسارة ممكنة مهما كانت الفلوس، طالما احنا فعلا كين ان احنا نحافظ على الايمج بتاعت البراند بتاعنا وعلى الايمج بتاعت الكيان، فاحنا بنقدر نحل اي حاجة يعني. واعتقد ده يودينا يعني نقدر نقول الاداره بتاعت حضرتك او الكونسبت اللي حضرتك بديته لاداره الازمات اللي ممكن تمر بيها اي شركه في مصر، وخاصة في very dynamic environment سواء اقتصاديا أو سياسيا. احنا متغيراتنا كتير قوي وبتأثر علينا بشكل سريع جدا. برضو نفس التوجه، احنا مهتمين جدا بالرياليتي، بس وقت الكرايسيس اهم حاجة العنصر البشري، دي حقيقة، دي حقيقة، واهم حاجة الكاستمر. دي حقيقة طبعا. طبعا نفس الكونسبت في الرياليتي ما اتغيرش طبعا حتى طبعا. وقت الازمات. حتى وقت الازمات يعني ايفن في كل الازمات اللي حصلت، يمكن معظمها ازمات اقتصاديه على مدار الفترات اللي فاتت، اخرتنا شويه. احنا كان عندنا مثلا بلانز كتيره للاكسبانشن بره مصر، اولموست من بدايه 24 كان المفروض ناخد ستيبس ديو تو الكرايسيس اللي حصلت والوضع الاقتصادي اللي كان فيه مشكله وكده. ده اخرنا شويه. هاويفر كانت دايما المين اوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نحافظ على الهيومن، ونحافظ على البرودكتس بتاعتنا، الكواليتي بتاعتنا ما تتمسش باي شكل من الاشكال. دايما في ريزيرف كده موجود كباك اب بلان لاي كرايسيس او اي حاجه. فاحنا كنا بنقدر نبقى فليكسبل شويه ان احنا نحرك الريسورسز بتاعتنا من هنا لهنا لهنا عشان نقدر نحافظ على العنصرين المهمين، او من الاخر التاج بتاعنا يعني الكواليتي والهيومن بتاعنا. والحمد لله يمكن انا ببقى فرحان جدا النهارده ان عندي التيم كل يوم والتاني حد جاي له اوفر وبارقام كبيره جدا حتى عن ممكن الباكج اللي هو بياخدها عندنا. وشفت انهم وده بيرفضوا نجاح. ويكملوا في الشركة دي حقيقه، عن الحمد لله قناعة، الحمد هم لله. مبسوطين اه وحاسين انهم في بيتهم فعلا. بالظبط. هنا بيجي دور المواقف الإنسانية. الحياة مش كلها شغل ومش كلها مكسب وخسارة، احنا كلنا بنشتغل عشان الفلوس وكل حاجة والكلام ده كله، كلنا عندنا التزامات. ولكن في مواقف معينة هي بتمس البني آدم، هو بيعرف ان هو ممكن يروح أكبر مكان في الدنيا بس مش هيلاقي ده موجود فيه. فده اللي احنا دايما بنحافظ عليه. اكيد اكيد. طيب احنا اتكلمنا على الفاونديشن والبداية والكيك اوف بتاعة الشركة، واتكلمنا كمان على الكارنت سيتويشن والبراند بروميس اللي حضرتك وعدت ووفيت بيه، وعايزين نعرف بكرة اخباره ايه لألجن. آه. ده ما وراء الكواليس قوي. طيب أليجون احنا بدأنا دلوقتي في مرحلة ان احنا خلاص بقينا الحمد لله شركة ويل established، فرحانين ولكن بليميت ان نستل. احنا مش النقطة دي هي طموحنا بس، لا احنا طموحنا اكبر من كده بكتير جدا. جزء اساسي منها ان احنا نستمر في اننا نغير في الداينامكس بتاعت السوق المصري في الحتة بتاعت الكوزموسيوتيكلز وكمان الفارماسيوتيكال، وده من الملفات اللي احنا شغالين عليها حاليا. بلس الاكسبانشن بتاعنا بره مصر. ويمكن ده احنا اوريدي خلاص بدأنا ناخد فيه خطوات الحمد لله في اكسبانشن في يوروب. الله يبارك فيك، ميرسي. ويعني ده الفترة الجاية ان شاء الله هيبقى هدف لينا ان احنا نعرف الناس ان احنا لا احنا نقدر نبني يعني براند مصري براند محترم مصري لوكالي مانيفاكتشرد بس موجود في موجود اوروبا. في يوروب. بالظبط هايل كده الحمد هايل لله يعني. هايل، غيرت المعادلة خالص. احنا دايما كنا متعودين على ان منتجات اوروبا احنا بندور عليها في مصر، لازم تكون مستوردة ولازم تكون الكوزماتكس بالذات بالظبط من براندز معينة. بالظبط. احنا الحقيقه ما فيش فرق كبير قوي ما بيننا وما بينهم في حاجه غير الكونسبت او انت از ديسيجن ميكر انت عايز ايه.
انت عايز تعمل برودكت بكواليتي محترمه وتكمبيت في ماركت قوي جدا، ولا انت عايز تعمل برودكت بكواليتي قليله وتكمبيت او تختار كاستمر معين. احنا نقدر نعمل الاتنين. التفاصيل يا دكتور اللي انتوا بنيتوا عليها الكونسبت بتاع اليجن، انتوا مهتمين حتى بالباكجينج بشكل العبوه ان يكون ملفت للكونسيومر واتراكتيف. دي حقيقة دي حقيقة. ويمكن ده مش بنلاقيه في كتير من الكوزماتكس. علشان انت محتاج ان انت يبقى قلبك جريء شويه ان انت تنفست في الاول. يمكن ما احنا تستخسرش. يعني انت اي حاجه تقدر تعملها بجنيه، تعملها ب10 جنيه. however انت هتختار ايه بناء على اللي انت عايز تروح. باي ذا واي هي مدارس مختلفه، وما تقدرش تقولي ان حد صح وحد غلط. هو لان في النهايه انت عندك تارجت كاستمرز مختلفين، عندك اي بي سي and so on. فانت ما حدش يقدر يلومك لو انت هتارجت كاستمر سي، ولكن دايما حاول ان انت يبقى عندك بيرسونال ايثكس شويه. انت بتعمل حاجه ايفن لو حاجه انت بتكمبيت في سيكتور معين، سيكتور رخيص، فانت مجبر ان البابليك برايس بتاعك يبقى رخيص. مثلا في المانيفاكتشرنج لازم تقلل فيها، بس مش لازم يبقى رقم واحد برايورتي بالنسبه لك هو البروفيت بتاعك. لا، هو الليجاسي الحقيقيه ان انت تقدم فعلا كواليتي محترمه تفت مع السيجمنت اللي انت بتشتغل فيه. ف يعني ده للاسف في شركات كتير ما بتهتمش بده. ممكن شويه لان بعضهم ما بيبقاش مع كامل احترامي ليهم من جوه المجال الطبي، فبيبقى الموضوع فكره بيزنس، تجاره اكتر، كوميرشال اكتر. وده اللي بيسوق له كمان ان ماركت الكوزماتكس في مصر دريفن شويه بالسوشيال ميديا والحاجات دي يعني. وده الاسرع بالنسبه لشركات كتير من انها تانفست في تيمز تعرف الدكاتره بالبرودكتس. وحتى ده يونيك جوه اليجن، انتوا وجودكم على السوشيال ميديا برضو بشكل مختلف وبرضو بالمعادله بتاعتكم. دي حقيقة. وكان دايما الاساس بتاعنا هو ان احنا بنشتغل مع بارتنرز الا وهم الدرماتولوجيست. ويمكن ده كان تشالنج قوي جدا في البدايه، ان انت توصل الدكتور ان هو يتراست في شركه لسه ستارت اب وبتقدم له برودكتس، وتقدر تخليه فعلا يجرب ويشوف هو الفرق ويشوف الفيدباك من الكاستمرز بتوعه از ا بيشنت. هايل. طيب يعني اقدر الخص معادله دكتور عمرو وتيم اليجن خلال ال5 سنين اللي فاتوا وقصه النجاح في 3 فاكتورز: loyalty, quality وsustainability. انتوا بتفكروا في امبارح وبتذاكروا دروس المستفاده منه كويس، والنهارده بتبنوا loyalty وبريدجز ما بينكم وبين التيمز اللي موجوده، وما بينكم وما بين الهيلث كير بروفيشنالز او الفيزيشنز اللي بتتعاملوا معاهم، وكمان ما بينكم وما بين الكاستمرز، وبتحافظوا على اللويالتي معاهم، وكمان بتفكروا في بكره احنا هنعمل ايه بكره. دي معادله صعبه قوي يا دكتور. انا مشفقه على حضرتك منها حقيقي. لما بيبقى في التيم كل واحد عنده الاونر شيب وعارف هو المفروض يعمل ايه ويسبورت الاذر فانكشنز، بيبقى الموضوع سهل قوي. لان في النهايه التاسكات بتتقسم علينا كلنا، كل واحد تقدري تعتمد ان هو يمسك تاسك معينه وهو كيبل ان هو يخلصها على اكمل وجه. ده احد واهم اسباب النجاح في اليجن. انا يمكن كمان بشوف ان صورة من صور النجاح ان اي مدير لاي مؤسسة او اي شركة يبقى عنده حياة خاصة، يبقى عنده work life balance. أكيد. ما بيشتغلش لوحده. معنى استقرار الwork life balance concept داخل الشركة من اول الليدرشيب، ده معناه ان كل واحد فعلا بيأدي دوره. دي حقيقة. however to be fair في اول احنا بنبذل شوية مجهود زيادة. وخصوصا في الفترات اللي في الاول وانت بتبني كيان قوي وعايز تبني حاجه صح، لا هو بيكونسيوم وقت منك وافورت منك. دي الفكره. انما at the end of the day لازم نحافظ على اللايف الكواليتي لايف بالانس. هايل دكتور عمرو، انا من كل قلبي يعني اتمنى لحضرتك ولكل تيم اليجن كل النجاح والتوفيق. انتوا كيان مصري 100%، ونجح في فترة بسيطة انه يدعم الكونسبت بتاعه ويقدم فعلا البراند بروميس بشكل حقيقي وبشكل سليم. واي حد اعتقد اشترى برودكتس اليجن خلال الفترة اللي فاتت لمس ده وتعامل مع برودكت محترمة جدا بكواليتي عالية، واكيد بقى لويال كاستمر للبرودكت وللبراند.
واتمنى لحضرتك كل التوفيق. ميرسي جدا ليكي، انا اتشرفت بحضرتك جدا يا دكتور، ولنا لقاءات تانية ان شاء الله بإذن اكيد الله. ده شيء يسعدنا. ميرسي يا ميرسي دكتور. جدا ليكي.